مرحبا بكم في قناة تجاربي. فيديو اليوم سيكون عن وصفة عصير الأفوكادو الصحي واللذيذ للغاية ب3 مكونات فقط وبدون إضافة أي سكر. الأفوكادو معروف بفوائده العديدة والرائعة للجسم والبشرة والشعر. وقبل أن نبدأ من فضلكم ادعموا القناة بالخطوات التالية: ادعمونا بالاشتراك في قناة تجاربي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، ثم الضغط على زر الجرس حتى تصلكم بالتنبيهات فور نزول فيديوهاتنا الجديدة، ولا تنسوا اللايك. هذه الكمية تكفي ل5 أكواب من العصير. سنحتاج إلى 3 حبات أفوكادو، 5 ملاعق عسل ويمكن الزيادة أو النقصان حسب الرغبة، 4 أكواب ونصف حليب. سنقوم بتقشير الأفوكادو ووضعه في الخلاط الكهربائي. نضيف الحليب ويفضل أن يكون باردا لانتعاش إضافي، وأخيرا نضيف العسل. نخلط المكونات جيدا ونعد كاسات التقديم بوضع العسل في الأسفل وعلى الجوانب، ثم نضيف العصير بقوامه الكريمي الرائع ونزينه بالعسل لأني أحب طعمه جدا بالعسل، وكنت دائما أطلبه من محلات العصير بعسل زيادة. ولكن بعد هذه الوصفة السهلة سأوفر الوقت والمال وأعد العصير كما يحلو لي وبكميات مضاعفة. هذا العصير رائع للصغار والكبار ومثالي للدايت لأنه يعطي إحساس بالشبع من كوب واحد. يمكنكم مراجعة المقادير والطريقة في صندوق الوصف في أسفل الفيديو. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك وأن تشاهدوا الفيديوهات السابقة الظاهرة أمامكم. شكرا لمشاهدتكم وانتظروني في فيديوهات جديدة.